وسط حماس شديد ومعنويات كبيرة، يواصل المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي معسكرهم الخارجي المقام في جمهورية مصر العربية، حيث يخوض المنتخب غدا أولى لقاءاته الودية أمام فريق الإسماعيلية المصري على أستاد الإسماعيلية. ويسعى المدير الفني للمنتخب التشيكي سكوب إلى إشراك عدد كبير من اللاعبين خصوصا الجدد والتعرف على مستوياتهم عن قرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. المعسكر هنا بمصر استعدينا استعداد تام إن شاء الله بقيادة المدرب سكوب، وأيضا الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد الزريقي والكابتن سامر فضل، وأيضا الجهاز الطبي والإعلامي. وإن شاء الله نحن ما نخيب ظنهم فينا، بنقدم كل ما لدينا لإسعادهم وإسعاد أيضا الجماهير اليمنية التي دائما هي تآزرنا وتقوم بتشجيعنا، وإن شاء الله ما نخيب ظنهم فينا. وأيضا نطمح بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت سن دون 23 سنة. ويجري المنتخب تمارينه اليومية على منتجع الأسيوطي في محافظة بني سويف لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين استعدادا لخوض غمار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا دون 23 عاما التي ستقام في قطر العام القادم. الحمد لله استعدينا بشكل جيد بقيادة المدرب سكوب ومساعده الكابتن محمد الزريقي والكابتن سامر فضل، وإن شاء الله نحن كلاعبين نطمح للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا دون 23. كما يخوض المنتخب لقاء وديا آخر أمام فريق زاد المصري في 22 من الشهر الجاري، قبل أن يغادر إلى العراق لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب العراق الأولمبي ومنتخب السودان الأولمبي. طموحات كبيرة ومعنويات عالية تراود لاعبي المنتخب الأولمبي والجهاز الفني لكرة القدم بتحقيق إنجاز التأهل إلى نهائيات آسيا عبر التصفيات التي ستقام في فيتنام بداية الشهر القادم. الفريق الإعلامي المرافق للمنتخب الأولمبي أيمن القاضي، منصور الدبعي.